ترقب جماهيري كبير. كبار أوروبا يتنافسون. من سيكون المتوج بلقب البلندور 2025؟ محمد صلاح بينافس كبار أوروبا. فرانس فوتبول بتعلن قائمة المرشحين الكرة الذهبية 2025. كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الستار رسميا عن قوائم المرشحين لجوائز الكرة الذهبية لعام 2025 بلندور 2025، وذلك قبل نحو شهر ونصف من إقامة الحفل الكبير لتسليم الجوائز الفردية الأهم والأبرز في عالم كرة القدم، والمقرر لها يوم الاثنين 22 سبتمبر المقبل على مسرح شاتيليه العريق بعاصمة النور باريس. قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025، ويقام الحفل في نسخته 69 وسط ترقب كبير من جماهير اللعبة حول العالم، في ظل وجود عدد من النجوم الذين تألقوا بشكل لافت خلال الموسم الماضي سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، وعلى رأسهم النجم المصري ونجم ليفربول محمد صلاح الذي وجد لنفسه مكانا بين 30 لاعبا الأبرز في العالم بعد موسم رائع مع الريدز. صلاح وأشرف وياسين بونو يمثلان العرب في الجوائز الكبرى. ضمت القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية 2025 لأفضل لاعب في العالم 30 نجما من مختلف الجنسيات، بينهم محمد صلاح ليؤكد حضوره الدائم في المنافسة على الجوائز الكبرى منذ سنوات، إلى جانب الظهير المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الذي تألق مع ناديه ومنتخب بلاده، وكذلك الحارس المغربي ياسين بونو الذي دخل قائمة المرشحين لجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى. وكان من أبرز المرشحين على اللقب الأفضل هؤلاء اللاعبين: فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، وبيلينغهام لاعب أيضا ريال مدريد، والنرويجي إيلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، وهاري كين نجم بايرن ميونخ، وغيرهم من الأسماء التي قدمت موسما استثنائيا. كما ظهر في القائمة لاعبو أندية ليفربول، برشلونة، ريال مدريد، أرسنال، بالإضافة إلى مواهب شابة واعدة مثل الإسباني لامين يامال، والهولندي جيراسي، والبرتغالي جواو نيفيز.